السلام السلام عليكم. هناك العديد من المواهب التي انطفأ بريقها وضاعت ولم نعد نسمع عنها شيء، وهي التي كنا نعقد عليها الآمال من أجل العودة لمنصة التتويج الأفريقية. في هذا التقرير سنرصد لكم أبرز المواهب المغربية التي ضاعت. هاشم مستور، بعدما كان على دكة بدلاء الفريق الأول لنادي ميلان الإيطالي في السن 15، هاشم مستور يبحث الآن عن نادي جديد بعدما تخلى نادي لاميا اليوناني عن خدماته. هاشم مستور الذي كان الكل يتنبأ له بمستقبل ظاهر، وأثار اهتمام الريال والبرصا ومانشستر سيتي وهو في السن 14. هاشم مستور الذي أثنى عليه الجميع كأحد من أبرز المواهب الواعدة في العالم بفضل أناقته وتحكمه الرائع بالكرة ومهاراته المذهلة، وتم تصعيده اللاعب للفريق الأول للميلان وهو لا يتجاوز 15 سنة. لكن بعد 3 سنوات تغير كل شيء، وقام الميلان بالاستغناء عنه دون أن يشارك أي دقيقة مع النادي الأول. في 2015 انتقل لنادي مالاغا الإسباني كمعار لموسمين مع إمكانية الشراء، لكن النادي الأندلسي قرر إعارته بعد موسم واحد فقط، حيث لم يلعب للفريق الأول إلا 5 دقائق فقط. وفي سنة 2016 انتقل إلى نادي سبول الهولندي، لكن اللاعب سيجد نفس المصير ويتراجع مستواه بشكل كبير، حيث لم يلعب سوى 5 مباريات مع الفريق الأول. وفي الموسم الماضي انتقل لنادي لاميا أحد الأندية اليونانية المغمورة، لكن لم يستطع أيضا فرض ذاته في بطولة ضعيفة ليستغني النادي عن خدماته مؤخرا. اللاعب في الوقت الحالي يوجد في اختبار مع نادي بارما الإيطالي العريق، حيث يسعى لإقناع مسؤولي النادي للتوقيع معه. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك